صباح الخير، مساء الخير، أهلا بيكم من أي مكان. انتوا في بودكاست تي توكس. عمرك قابلت حد ومن أول لحظة حسيت إن كلامه مش صادق؟ الكلمات كانت تمام بس في إحساس كده جواك بيقولك إن في حاجة غلط. يمكن كان بيبتسم بس ابتسامته ما كانتش مريحة. يمكن وعدك بحاجة بس جواك كنت عارف إنه مش هينفذها. كلنا عدينا بالموقف ده، اللحظة اللي الإحساس بيقول فيه حاجة مش راكبة. ده إحساسك الداخلي واللي أغلبنا بيتجاهله. إحنا عايشين في عالم الناس فيه ممكن تقول كلام وتحس بحاجة تانية خالص. عالم فيه الابتسامة ممكن تبقى مزيفة، والوعود ممكن تتكسر. ناس تبصلك في عينيك وتقولك اللي نفسك تسمعه، بس جواهم بيخططوا لحاجة تانية خالص. ولو معرفتش تقرأ الناس صح هيضحك عليك، وهيكسروك ناس كنت فاكر إن هم مصدر أمانك. مش علشان انت ضعيف، لكن علشان عمرك ما اتعلمت تشوف اللي مستخبي ورا الكلام. كم مرة اتصدمت لما حد وراك وشه الحقيقي؟ كم علاقة أو شغل باظ لأنك طنشت العلامات. العلامات كانت دايما موجودة، انت بس ما كنتش عارف تقراها. فهم الناس مش معناه انك تقرا العقول ولا انك تسيطر عليهم أو تلعب ألعاب نفسية. هو معناه انك تحمي نفسك، انك تشوف الحقيقة ورا الكلام عشان تعرف تاخد قرارات صح في حياتك. انت في بودكاست دي توكس، ويلا بينا نخوض التجربة دي سوا. قبل ما نتكلم ازاي تقرا الناس، خلينا نسأل نفسنا ليه تضيع وقتك ومجهودك تتعلم المهارة دي؟ هو ليه أصلا الموضوع مهم؟ احنا عايشين في عالم مليان إشارات متلخبطة. الناس تقولك حاجة وتقصد حاجة تانية. الابتسامة ممكن تبقى قناع، والثقة ساعات تبقى ضعف لو اديتها للشخص الغلط. المهارة دي انك تعرف تقرا الناس ممكن تنقذك من وجع، من خيانة، من ضياع وقتك على ناس ما تستحقوش. بس خليني اوضح حاجة، انا مش بقولك تبص للناس كلهم على انهم وحشين، لا، اغلب الناس كويسين، بس في ناس مش كتير بتعرف تستخبى ورا وشوش لطيفة. تعلمك انك تقرا الناس مش معناه انك تبقى بارد او متبلد، معناه انك تبقى واعي، تحمي نفسك وتحافظ على سلامك النفسي، وفي نفس الوقت تقدر تبني علاقات حقيقية وصافية. بص حواليك، كم مرة حسيت انك كنت اعمى عن الحقيقة؟ لو كنت شايف العلامات بدري كان زمانك وفرت على نفسك وجع كبير. اللي هقوله دلوقتي مش مجرد مهارة، ده تغيير في الطريقة اللي بتشوف بيها الناس والعالم كله. خلي بالك من الأسباب دي كويس، عشان هي دي اللي هتخليك تدرك قد إيه قراءة الناس ممكن تغير حياتك فعلا. السبب الأول إنك تشوف الناس على حقيقتهم. مش كل اللي بيبتسم لك صاحبك، ومش كل اللي بيقول كلام حلو بيقصد بيه خير. في ناس بتقول كلام لطيف مش عشان بتحبك، لكن عشان عايزة منك حاجة. تخيل حد في الشغل فجأة بدأ يمدحك: انت شاطر جدا، ما شاء الله عليك، انا نفسي ابقى زيك. طبعا الكلام حلو، بس بعد كده بأيام تلاقيه جاي يقولك: ممكن تساعدني وتعمل لي الشغل ده بدل ما اتلخبط. هو كان بيجاملك علشان لما يطلب تقول ايوه. الكلام الحلو كان مقدمة للمصلحة. وفي ناس تانية تقولك: انا كويس، وكل حاجة فيهم بتقول العكس. صوتهم مبحوح، عينيهم مجهدة، جسمهم مش مرتاح، بس لسه بيقولوا أنا تمام. ليه؟ ممكن يكونوا مش عايزين يضايقوك، أو بيخبوا تعب، غضب، زعل. لو قدرت تشوف ده ساعتها تقدر تختار. لو الشخص كويس ومحتاج دعم، ساعده وقول له: أنا حاسس إن في حاجة، عايز تتكلم، عايز تحكي، عايز تقول حاجة. لكن لو هو من النوع اللي بيطلع ضغوطه في الناس حواليه، يبقى خليك بعيد شوية لحد ما يهدى. مش كل اللي بيقول أنا بخير فعلا بخير، ومش كل اللي بيطربك بيحترمك بجد. لما تتعلم تقرأ الناس مش هتسمع الكلام بس، هتشوف كمان
اللي مستخبي وراه. السبب التاني عشان ليه تقدر تقرا الناس كويس هو إنك إزاي تبني علاقات حقيقية. عارف إيه أكتر حاجة بتتعبنا في العلاقات؟ إننا بنتعلق بصورة الناس وهي مش حقيقتهم. بنحب النسخة اللي إحنا رسمناها في دماغنا، مش النسخة اللي واقفة قدامنا فعلا. تعلمك إزاي تقرا الناس هو اللي بيخليك تشوفهم على حقيقتهم، مش على الصورة اللي نفسك تشوفها فيهم. الناس الحقيقية بيبانوا في التفاصيل الصغيرة، في طريقة سلامهم، في رد فعلهم لما حد يختلف معاهم، في الطريقة اللي بيعاملوا بيها الناس اللي أقل منهم مش اللي أعلى منهم. اللي قلبه نضيف بيبان حتى من غير كلام، بيبان في عينه، في طاقته، في حضوره. مش محتاج يثبت لك إنه طيب، أنت بتحس ده منه بشكل طبيعي. ولما تتعلم تلاحظ التفاصيل دي هتبدأ تبني علاقات أهدى وأصدق. مش هتتعلق بسرعة ولا هتخاف تبعد لما تحس إن الطاقة غلط. العلاقات الحقيقية مش محتاجة مجهود كبير، هي محتاجة وعي. تعرف مين يستحق وجودك ومين وجوده عبء على روحك. وده مش غرور، ده احترام لنفسك. السبب الثالث إنك تخليك أذكى في الشغل. الناس اللي بتعرف تقرأ اللي حواليها بتكسب، مش بس في العلاقات لكن كمان في الشغل. وده ليه؟ لأنهم بيعرفوا يميزوا النوايا، يعرفوا مين بيتكلم من قلبه ومين بيحاول يلمع نفسه قدام المدير. تخيل مثلا إنك داخل اجتماع، المدير بيسأل فريقك مين يقدر يستلم مشروع جديد. واحد يرفع ايده بحماس ويقول أنا جاهز وعندي أفكار كتير، بس انت ملاحظ إن عينيه فيها توتر وصوته مهزوز وحركاته متوترة. العلامات دي بتقول إن الحماس ممكن يكون تمثيل، لكن واحد تاني قاعد هادي بيتكلم بثقة من غير ما يزايد، نغمة صوته ثابتة، نظرته مستقيمة. ده غالبا اللي فعلا يقدر يشيل الشغل. لما تبقى واعي للحاجات دي هتبقى أذكى في قراراتك. مش هتختار الناس اللي بتتكلم حلو، هتختار اللي أفعالهم بتتكلم عنهم. والسبب الرابع إنك تحمي طاقتك ونفسك. في ناس لما تقعد معاهم تحس إنك بعد كده تعبان ومتضايق، حتى لو ما حصلش خلاف ولا مشكلة. الطاقة بتاعتهم بتسحب منك حماسك. وفي ناس العكس تماما، بمجرد ما تتكلم معاهم تحس براحة وسلام. لما تتعلم تقرأ الناس هتعرف تميز النوعين دول، مش علشان تحكم عليهم لكن علشان تحمي نفسك. مش كل الناس لازم تديهم من وقتك وطاقتك. في ناس وجودهم جميل ومغذي، وفي ناس وجودهم استنزاف، وانت اللي مسؤول عن مين يدخل دايرتك ومين يفضل بره. السبب الخامس، ازاي تبدأ تقرأ الناس فعلا. دلوقتي بعد ما فهمت ليه قراية الناس مهمة، تيجي تسأل نفسك أبدأ منين وألاحظ إيه؟ السر مش في إنك تبقى خبير علم نفس ولا إنك تحفظ كل علامات لغة الجسد. السر إنك تركز أكتر من الأول. خد بالك من الحاجات الصغيرة اللي دايما بتعدي علينا كده بسرعة. نغمة الصوت اتغيرت، في ابتسامة فيها توتر، في حد بيضحك بعينيه بجد، في جملة اتقالت فيها تناقض مع تصرف. أهو ده بيبقى المفتاح. لو الشخص بيقولك تمام بس جسمه بيبعد أو صوته واطي أو بيتجنب يوصلك في عينيك، غالبا هو مش تمام. ولو حد بيتكلم بحماس عن فكرة بس إيده ثابتة وصوته متزن، يبقى الحماس حقيقي مش تمثيل. ابدأ لاحظ من غير ما تحكم. خلي الملاحظة عادة. كل مرة تتكلم مع حد جرب تشوفه مش بس بعينيك لكن بإحساسك. خد بالك كمان من طاقتك بعد كل مقابلة. هل خرجت مرتاح ولا حسيت إنك اتسحبت؟ الرد على السؤال ده لوحده بيكشف لك كتير، ومع الوقت هتكتشف إنك بقيت بتفهم الناس بسهولة من غير ما تبذل مجهود ولا تبص في تفاصيل كتير. هتبقى بتحسهم ببساطة. في النهاية اللي أنا عايز أقوله إن قراية الناس مش علشان نحكم عليهم ولا عشان نعرف أسرارهم،
دي مهارة علشان نحافظ على نفسنا وعلى قلوبنا. كل ما تبقى فاهم الناس أكتر كل ما تبقى متصالح مع نفسك أكتر. مش لازم تثق في كل الناس، بس كمان مش لازم تبقى شاكك في الكل. خليك في النص، اسمع إحساسك لأنه دايما كان صح حتى لو انت تجاهلته قبل كده. ودلوقتي خد نفس عميق وفكر، مين الشخص اللي حياتك كانت هتختلف لو كنت قريته صح من الأول؟ افتكره بس من غير ندم. خليه يكون درسك مش وجعك، لأن كل مرة بتتعلم تقرأ الناس بتقرب خطوة من إنك تقرأ نفسك كمان. لو عجبكم البودكاست ده ما تنساش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو ما كنتوش لسه اشتركتوا في القناة، عشان نفضل مع بعض بنقدم أفكار جديدة وبنسمع بعض وبنتشارك مع بعض الكومنتس. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.